نرجع مرة تانية وهنتكلم عن الطموح. الطموح زي ما بنقول هو القوة اللي بتحفز الإنسان على تحقيق الأهداف وعلى تحقيق الحلم، ولكن هذه القوة كمان محتاجة إرادة، محتاجة عزيمة، محتاجة فكر، محتاجة وعي. مع كل صباح جديد سبحان الله أول ما نصحى كده من النوم بنحمد ربنا سبحان الله ان هو امد في عمرنا وادانا فرصه جديده بنحيا حياه جديده، فادانا امل جديد. طيب ازاي نحقق طموحاتنا وازاي نحقق اهدافنا وازاي نصر عليها؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء اللي بيسعدنا وبيشرفنا فيه الاستاذ وليد صبور، استشاري التنميه البشريه. اهلا بحضرتك معانا استاذ وليد، شرفتنا ونورتنا. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير واتشرفت بحضرتك وبيكم جميعا. استاذ وليد، الطموح النهارده معانا موضوع مهم جدا وقدمنا في البدايه دعوه عامه لكل المشاهدين كده ان هم يشاركونا فقرتنا، لان بالتاكيد كلنا عندنا احلام كتير عايزين نحققها، وبالتاكيد كلنا عايزين دايما نكون الاحسن ودايما نكون متفوقين، لكن مش عارفين ازاي نحقق هذه الاحلام. عايزين نعرف في البدايه كده تعريف من حضرتك، تعريف علمي سليم ومبسط، يعني ايه طموح؟ طيب باختصار جدا، الطموح اني شايف بكره احسن من النهارده، والنهارده احسن من امبارح. انا شايف نفسي في المكان ده، ازاي بقى احلم واشتغل على اهداف تحقق لي ده؟ هو ده الطموح. لو انا صاحي النهارده من النوم شايف ان النهارده هيبقى اسوأ من امبارح وبكره هيبقى اسوأ من النهارده، انا كده ما عنديش طموح. لازم ابقى صاحي من النوم عندي شويه حاجات، 3 4 حاجات انا بحلم انهم يبقوا احسن من امبارح. انا قايم علشانهم اساسا. ايوه، هو ده الطموح. انا عايز ايه؟ انا ومتفائل ان بكره احسن من النهارده، ومتفائل النهارده احسن من امبارح، وان الدنيا هتبقى احسن. هو ده الطموح. اسعى بقى واجتهد. انا قايم من النوم عشان اعمل ده، انا قايم عشان اعمل الهوم ورك بتاعي علشان خاطر اقدر اوصل للنقطه دي. من غير ده مش هيبقى عندي المحرك اللي يقومني اساسا. يعني نقدر نقول ان هو مرتبط بالامل او مقترن بالامل، بالطاقه الايجابيه، بالنشاط، بالحيويه. بالظبط. كل هذه الكلمات بتيجي كده في اطار كلمه الطموح. صح. عندي اهداف. انا عندي هدف عايز اوصل له، وده اللي بنقوله دايما، اللي انت لازم تمشي بمجموعه اهداف في جيبك. لو ما عندكش اهداف انت هتعمل ايه؟ انت قايم ليه اساسا؟ انت ايه اللي هيحركك؟ وعشان كده بنقول حتى الناس الكبار في السن لو سمحتوا حافظوا على اهدافهم. ما تجوش تقولوا للناس ان انت كده خلاص، انت كده ما عندكش، انت كده استريح، انت تعبت، لازم تستريح الفتره الجايه. لا، لازم يبقى عنده طموح، لازم يبقى عنده امل في بكره عايزه بشكل مختلف، عايز اشوف حاجه احلى. تمام. طيب استاذ وليد، خلينا كده نبداها يعني مرحله مرحله، ونقول مثلا بعد التخرج من الجامعه مثلا. نبداها بشبابنا الجميل بعد ما بيتخرجوا من الجامعه ويحصلوا على الشهادات. في كتير جدا منهم بيبدا شويه، مش عايزين نقول يفقد الامل، ولكن ما عندوش العزيمه، او يبدا يبحث عن فرصه عمل مش لاقي فرصه عمل مناسبه، فبيبدا يصاب بنوع من الاحباط. برضو ازاي الشباب يقاوموا هذا الاحباط وهم اللي يبقى عندهم الطموح لتحقيق احلامهم واهدافهم؟ اول خطوه لازم اي شاب يعملها بعد ما يخلص الجامعه، لازم يبقى عارف اهدافه الحقيقيه ايه. يعني انا عايز اوصل لايه، وعايز اوصل لايه دي لازم تتماشى مع امكانياتي وقدراتي والظروف اللي حواليا. المشكله ان الولاد بيخلصوا الجامعه بيبقى عنده 10 اهداف. من ال10 اهداف ممكن تلاقي ال10 مش واقعيين. دي هنا بقى بتكون مرتبطه بالوعي الذاتي، ان كل انسان لازم يكون عنده الوعي، عنده المعرفه، عنده الثقافه. ابقى انا مين، انا ابقى عارف انا مين، انا قدراتي ايه، امكانياتي ايه، ايه اللي هعرف اعمله وايه اللي مش هعرف اعمله، والظروف اللي حواليا ايه. لو انا النهارده مثلا انا اتخرجت من كليه هندسه، ما ينفعش ابدا ان انا يبقى الطموح بتاعي او الهدف بتاعي اللي انا ابقى دكتور عظام مثلا في خلال 2 3 سنين. هو ده مش هدف. فالنهارده الولاد بيتخرجوا من الكليه بيبقى عندهم اهداف غير واقعيه، اغلب الولاد كده. لكن لو الهدف بتاعي واقعي، ودي ليه معايير علشان احط هدف واقعي ليا، اذا كنت بقى مخلص جامعه، اذا كنت في ثانويه عامه، اذا كنت موظف، علشان خاطر اقدر احدد هدف وارسمه، ليها معايير ما تمشيش بشكل عشوائي. ايه هي المعايير اللي نقدر ان احنا نحطها لتحقيق اهدافنا؟ ويعني انا من معلوماتي البسيطه كده ان احنا لما نضع اهداف صغيره او بسيطه ونبدا نحققها مرحله مرحله، افضل من ان احنا نضع اهداف كبيره. يعني اللي عايز مثلا ياخد درجه علميه مش على طول يقول انا عايز اعمل دكتوراه، بيبدا يقول مثلا هاخد دبلومه، ماجستير. صح. خطوه خطوه. ولا ايه راي حضرتك؟ برضه هو بيرسم الاند جول بتاعه، الهدف الكبير بتاعه. تمام. انا بحط الهدف الكبير بتاعي برسمه في النقطه دي.
وبعد كده بقسمه لاهداف صغيره عشان خاطر اقدر اوصل للنقطه دي. تمام. لكن لو انا فضلت ارسم اهداف صغيره وما عنديش الاند جول، ما عنديش الهدف الكبير اللي انا عايز اوصل له، هتوه. طيب المعايير ايه؟ الهدف بتاعي لازم يبقى محدد واضح. ما ينفعش الهدف بتاعي مش واضح، ما ينفعش الهدف بتاعي يبقى غامض. الهدف بتاعي يبقى واضح، انا عايز اوصل للنقطه دي. طيب الهدف بتاعي لازم اعرف اقيسه. يعني ما ينفعش ان انا احط هدف ما اقدرش اقيمه كل 3 شهور مثلا انا فين من الهدف بتاعي. ليه؟ لان انا مثلا لو قلت انا عايز الهدف بتاعي ان صحتي تبقى احسن. ايوه. ده مش هدف. ده جمله جينيريك جدا. يعني ايه صحتك تبقى احسن؟ انا الهدف بتاعي ان بكره يبقى احلى من امبارح. ده مش هدف. انت هتعمل ايه؟ لازم الهدف يبقى واضح. صحتك تبقى احسن، هتعمل ايه؟ وزنك هيقل قد كده، هتهتم بصحتك، هتلعب رياضه كذا، هتعمل ايه؟ ايه الخطوات الفعليه اللي تقدر تقيسها علشان اقول انا وصلت للهدف ده او قربت منه او لا. الهدف لازم يبقى قابل للتحقيق. ما احطش هدف مستحيل. الهدف لازم يبقى واقعي. ما احطش هدف مش واقعي. زي ما قلت لحضرتك انا راجل خريج هندسه، ما ينفعش ابقى دكتور مخ واعصاب. طيب ايه الادوات بقى اللي نستخدمها لتحقيق اهدافنا؟ هل نضع مثلا خطه معينه؟ هل مراحل معينه؟ ايه كل انسان يحاول يستغل او يستثمر الادوات اللي خاصه بيه عشان يحقق هدفه؟ اول حاجه لازم ابقى عندي الوعي الكامل. الوعي باهميه تحقيق الهدف، الوعي بالبي باك، النتيجه اللي هتجيلي من الهدف ده، الوعي بامكانياتي وقدراتي. انا امكانياتي ايه؟ انا هقدر اوصل لهنا ولا لا؟ انا اعرف اوصل لهنا ولا لا؟ طيب لو اتكلمنا بتفصيل اكتر استاذ وليد، يعني مثلا انا بقول على سبيل المثال واسمحوا لي الساده المشاهدين، حد مثلا هياخد كورس او دوره تدريبيه في مجال معين، حد من الشباب مثلا تمام. هيقول انا عايز اشتغل في شركه معينه او في مصنع معين، الشركه دي محتاجه مؤهلات معينه، محتاجه خبره، محتاجه شهادات معينه، فيقول ايه، لا انا هبدا ااهل نفسي الاول باخذ مجموعه من الكورسز او مجموعه مثلا من دورات التدريبيه وبعدين اشتغل مثلا. تمام. هل ده يعتبر مرحله لتنفيذ هدف او اداه من الادوات، ولا احنا لسه بعيد؟ ولا راي حضرتك؟ انا بحاول ادي امثله عشان الموضوع يبقى يعني واضح يعني. بس احنا لسه بعيد. انت الجمله اللي حضرتك قلتيها حلوه قوي، اللي احنا لسه بعيد. لسه بعيد ليه؟ لان زي ما قلت اول خطوه علشان خاطر اوصل لهدفي ان احدد هدفي بالفعل. تمام. لو انا بقول انا هدفي اوصل ان انا اشتغل في الشركه، ده مش هدف. لا، انا هدفي ممكن اطلع يبقى الكارير بتاعي هو الكارير ده، ممكن ده يبقى الهدف. انا عايز اشتغل في الشغلانه دي مش في الشركه دي. انا عايز ابقى راجل غني يبقى معاه فلوس كتير. ممكن يبقى هو ده الهدف، الاند جول. بس هو كمان لما يبقى غني، غني ليه؟ عايز يجيب بيت كبير، عايز يجيب عربيه، عايز يلف العالم. لازم طب هيحقق ازاي هذا الغناء؟ انا عايز احط بس ايدي على الهدف. انا دلوقتي ايه الهدف بتاعي الحقيقي؟ لان احنا في مشكله بتواجه الشباب كبيره جدا لازم نركز عليها، ان الاهداف مش واضحه. هو مش عارف هو عايز ايه، وبيفضل يقول حاجات كتير قوي، هو هدفه مش واضح. لازم اوصل معاه ويبقى عندي الصبر ان اوصل معاه للهدف الاساسي. انت عايز توصل هنا ليه؟ لما يجي يقول انا عايز اشتغل في الشركه دي ليه؟ عشان بتدي فلوس كويسه. يعني لو جات لك شركه تانية بفلوس اكتر هيبقى بالنسبه لك يبقى انت كده الهدف اللي انت عايز فلوس كويسه. طب عايز فلوس كويسه ليه؟ عشان تعمل بيها ايه؟ طب لو جات لك عن طريق غير انك تعمل بيزنس مثلا، غير انك تشتغل في شركه، هيبقى لازم نتكلم مع الولاد علشان خاطر المشوار هيختلف. طيب هل يعني التفكير الإيجابي أو قوة التفكير الإيجابي بيكون ليها تأثير على طبعا النجاح وتحقيق الأهداف؟ طبعا لأن أنا النهاردة لو ما عنديش دوافع قوية تحركني، زي ما قلت لحضرتك، إن أقوم من النوم كل يوم الصبح علشان عندي مجموعة أهداف عايز أحققها، أنا مش هقوم. ولو قمت هقوم بكسل وتواكل ولا مبالاة. أنا لو ما عنديش الدوافع دي مش هقوم. علشان كده احنا بنقول للآباء احنا محتاجين نتكلم مع اولادنا كتير جدا علشان خاطر نزرع فيهم الدوافع. ولازم اسمعه كويس، والدوافع تبقى دوافع بتاعته مش دوافع بتاعتي. صحيح. لان احنا بنظلم الولاد. احنا ساعات بنحط لهم دوافعنا احنا. انا عايز ابقى كذا، انا كان نفسي ابقى دكتور كذا. لا، هو عايز ايه؟ لازم اديله الدوافع بتاعته هو، مش بتاعتي انا. لان احنا كده يفضل الكونفليكت ده موجود. انت بتحاول تديله دافع بتاعك انت وهو مش متقبل الدافع ده، فلغايه ما يخلص الجامعه بعد كده انت عايزه يشتغل الشغلانه الفلانيه وهو مش الدافع بتاعه ده. لازم نقعد نتكلم مع بعض عشان خاطر يبقى في دوافع واقعيه.
تمام. طيب استاذ وليد، بالتاكيد طبعا حضرتك عارف في اثناء مرور اي انسان في حياته بيقابل طبعا مراحل احباط او طبعا. فشل في مرحله معينه، يعني ازاي برضو الانسان يقاوم هذا الفشل او هذا الاحباط في اي خطوه او في اي مرحله، ويستأنف التفكير الايجابي مره تانية، ويستأنف الامل والطاقه الايجابيه ويتغلب على هذه المرحله؟ بصي اقول لحضرتك على حاجه ممكن ندي مثال بسيط ونمشي وراه. تمام. لو حد عايز وزنه يخس 10 كيلو، تمام، ودي من الامثله الشائعه جدا في مجتمعنا. صحيح. طيب لو كل يوم بيعدي عليا انا بعمل حاجه توصل لي للهدف ده، انا الهدف واضح اهو، انا بتكلم على هدف فيه المعايير الخمسه كلها. الهدف بتاعي سبيسيفيك واضح، اقدر اقيسه، لان كل يوم ممكن اطلع على الميزان اعرف انا وصلت لغايه فين. أيوة. الهدف قابل للتحقيق، لان هلعب شويه رياضه وهروح لدكتور وهتابع. الهدف واقعي، والهدف ليه وقت، انا عايز اقل ال 10 كيلو دول في 6 شهور. كده الخمس معايير بتوع تحقيق الهدف انا عارفهم كويس قوي. تمام. انا كل يوم اقدر اقيسه بقى. طب وات اف ان انا جيت بعد شهرين مثلا، جيت في يوم لخبطت الدنيا، اكلت اللي انا عايزه، انا في الاخر انا لسه في وسط الهدف، انا ما حققتش الهدف. بس ليه انا هكمل؟ لان الهدف مرسوم قدامي. الهدف انا عارف ان انا عايز اوصل في خلال وقت قد كده، ممكن الوقت ده يطول شويه، ممكن اخد اسبوعين 3 ازيد، بس الهدف موجود. طيب الاحباط بيحصل امتى؟ لو انا الهدف ده مش واضح، مش مرسوم، مش في دماغي. لكن انا لو الهدف ده في دماغي كل يوم الصبح، انا عندي جول عايز اوصل له، حتى لو حصل احباطات في الطريق انا بعرف اخطيها كويس. لكن الاحباطات لما بتحصل لهدف مش واضح، بتلاقي الدنيا هو مش عارف هو عايز ايه اساسا. احنا بنشوف ناس بيوصلوا لسن معين هو مش عارف الجول بتاعه ايه، مش عارف عايز يوصل لايه. بيجي بعد يوصل سن المفروض اللي هو يبقى ماتيور، بيبقى مش عارف الهدف بتاعه، يقول لك والله انا الهدف راح مني. ولما تكلميه يقول لك انا من 20 سنه كان الهدف بتاعي كذا. ده ممكن يفتكروا معاكي بالصدفه. ايوه يعني والله انا ايه اللي مشاني المشوار ده اساسا؟ ده انا كنت رايح هنا. ضاع منه ليه بقى؟ ضاع منه في زحمه الطريق، اللي هو ما كتبوش، ما افتكروش، ما ركزش عليه، سابه وضاع، دخل في اهداف تانية. عشان كده دايما بنقول للناس اصحى من النوم، حط اهدافك قدام عينك. اصحى من النوم افتكر كده، خد 3 دقائق، هو انا الهدف بتاعي ايه؟ انا رايح الشغل اعمل ايه؟ انا رايح الجامعه اعمل ايه؟ واكيد متهيألي استاذ وليد لما يكون الهدف او الطموح مرتبط بحب للانسان، يعني هو فعلا عايز فعلا، واصرار وعزيمه واراده وحب، اعتقد ده بيساعده كتير جدا على تحقيق هدفه طبعا. اكتر من زي ما حضرتك اشرت من يعني غلطه كبيره بيقعوا فيها الاباء بدون قصد طبعا، ان هم بيوجهوا ابنائهم لمجال معين، هم طبعا قصدهم المصلحه وقصدهم برضو النجاح وكل حاجه، ولكن دي مش رغبة الابن، ولكن هو رغبته حاجة تانية. صح. فبالتأكيد هو لما هيحقق طموحه وهدفه ورغبة داخلية، أعتقد ده هيكون أفضل بكتير. طبعا. يعني طبعا. علشان كده بنقول دايما لازم نستثمر وقت ومجهود كفاية علشان خاطر أحط إيدي على الهدف بتاعي. احنا الحته دي بناكلها يا فندم، اللي نابع فعلا من رغبه حقيقيه، بنعديها بسرعه. احنا بنضغط على بعض، بنضغط على اولادنا، بنضغط على الناس حبايبنا بسرعه. حدد الهدف. لا، هي مش كده. اقعد كده، حدد بالظبط امكانياتك، قدراتك، هقدر اعمل ايه، الفرص المتاحه كلها عشان احط ايدي انا عايز اوصل للنقطه دي. تمام. لكن لو الهدف مش واضح مش هوصل. تمام. طيب دلوقتي اوقات برضو في ناس بتخلط ما بين الطموح وما بين عدم الرضا، يعني بنلاقي مثلا هنعدي مرحله الشباب، هو اشتغل في شركه كويسه، بدا يحقق انجازات معينه، يحصل على مال، لكن عايز يتقدم وعايز يتفوق وعايز يبقى احسن واحسن. برضو في البعض بيقولوا يا عم انت كده كويس قوي، انت ليه يعني ليه مستعجل؟ لا، هو طموح، هو عنده احلام عايز يحققها وبيشتغل على تحقيق احلامه. طبعا. فيلاقي حد بقى يقول له اهدى شويه لسه بدري. فايه الفرق بين برضو الطموح والامل؟ شعرايه مهمه قوي بتفصل ما بين الاثنين. لو انا الرضا لا يتعارض مع الطموح. لاني انا لما بحلم اخد مكان اكبر، انا كده راضي بقدراتي اللي ربنا اداها لي، انا راضي بامكانياتي. بس انا عايز استغلها بالكامل. انا حاسس ان انا عايز اوصل للنقطه دي، انا موجود في نقطه قبليها، بس انا اقدر اوصل للنقطه دي. ده جزء من الرضا. لان في ناس هنا بتتواكل، اللي هو بيوصل لمكان معين فبيقول لك خلاص انا كده تمام قوي، انا كده راضي، فمبقاش في طموح لبكره، مش عايز حاجه مختلفه بكره. تعرفي ان كده ده هنا بيخلص الحته دي، وده مش صح. لان زي ما قلنا انا لو هصحى من النوم وهنزل اروح شغلي من غير طموح ومن غير هدف
ومن غير امل ان بكره يبقى احسن من النهارده، هتعب جدا. هتعب جدا بعد شويه، خلاص هبقى اولد فاشون بقى واوبسليت، وهدخل في حته تانية خالص، لان انا خلاص هفضل اكرر نفسي، مفيش حاجه جديده. لكن لازم يبقى عندي امل ان بكره احسن من النهارده. ده ملوش علاقه، ده انا كده راضي، انا راضي باللي ربنا اداهولي، راضي بامكانياتي، راضي بالظروف اللي حواليا، انا راضي تماما. بس انا بحلم ان بكره احسن من النهارده. صحيح صحيح. طيب استاذ وليد، برضو واحنا في هذا العالم المتغير وهذا التطور التكنولوجي السريع، وكنا من فتره كنا بنقول السوشيال ميديا، ودلوقتي بنتكلم على الذكاء الاصطناعي وحاجات يعني لسه مش عارفين ايه اللي بعد الذكاء الاصطناعي. برضو ازاي الانسان يطور من نفسه وازاي يغير من ذاته ويحاول بقدر الامكان ان هو يواكب هذا التطور التكنولوجي السريع والمستمر. انا برضو بقول ايه، بقدر الامكان كده بين قوسين، على قد ما كل انسان يقدر على قد قدرات كل واحد. صح، اللي حضرتك بتقوليه ده حاجه مهمه جدا. حاجه مهمه ليه؟ لان في جاب كبيره قوي بيننا وبين اولادنا في الحته دي. صحيح صحيح. هم جريوا في حته واحنا بنتكلم من حته تانية خالص. صحيح. فتحس ان احنا بقينا نتكلم لغتين مختلفين. هو راجل بيتكلم انجليزي وانا بتكلم ياباني. فعمر مش عارفين نتلاقى. ليه؟ لان انا بتكلم على تولز وادوات وامكانيات وحاجات مختلفه عن اللي هو بيتكلم فيها خالص. علشان كده الموضوع مش موضوع للجيل الجديد بس، احنا كلنا لازم نتطور. انا لازم كل يوم اشوف احدث حاجه في كل حاجه ايه. صحيح. حتى لو مش هدخل ادرس كل حاجه، بس يبقى عندي الحد الادنى من المعرفه. ايوه المعرفه صحيح. المعرفه. نقرا، نطلع، نسمع، نشوف حاجات مفيده. يا جماعه احنا بنضيع وقت مش طبيعي على السوشيال ميديا. جاست اللي انا اسكروه كده الفيسبوك ولا اي حاجه على السوشيال ميديا من غير هدف. اسال نفسك انت بتدور على ايه؟ انا ممكن ادور على حاجه مفيده. صحيح. انا صحيح. ممكن اتعلم حاجه عشان تساعدني تساعد ولادي، حتى ما بقاش انا بعد شويه يتقال عليا اللي انا خلاص يعني بقيت حاجه قديمه. ايوه ايوه صحيح. فلغايه اخر يوم في عمرنا لازم نفضل نقرا ونذاكر ونتعرف ونطلع، ما نوقفش. صحيح. يعني ابسط الامور زي ما حضرتك اشرت، احنا بنمسك السوشيال ميديا كتير والموبايل كتير، بدل ما نقلب كده وخلاص نعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي، ازاي نتعامل معاه، ازاي شبابنا يتعاملوا معاه، بيستخدم في ايه احدث التكنولوجيات او احدث حاجه مثلا، يعني انا بقول على سبيل المثال عشان فعلا نقلل هذه الفجوه. لانه زي ما حضرتك اشرت، الحوار البناء الايجابي الهادف دلوقتي هو افضل وسيله بين الاباء والابناء للتربيه طبعًا الحديثه. طبعا. وعشان نوصل لده لازم، مش هقول لك اتكلم اللغه بتاعته، لكن يعني اقدر نقرب المسافات، لان المسافات بتبعد. الولاد بيشوفوا حاجات وبيطلعوا على حاجات وبيفكروا بطريقه احنا مش هنقدر نجري عشان نلحقهم قوي، بس على الاقل خالص اجتهد. واجين هنرجع تاني لنفس الموضوع، هو ايه الهدف؟ لان احنا بنشوف ناس النهارده بتعمل حاجات بلا هدف. السوشيال ميديا مثلا، ايه الهدف؟ انا عايز اوصل لايه لما امسك السوشيال ميديا واقعد ساعتين 3 في اليوم؟ ايه الهدف؟ انت لو انت في هدف عايز توصل له ماشي. لو هتستفيد ماشي، لكن الحاجات اللي بتبقى ما فيهاش ولا هدف ولا استفاده، انت توصل لايه؟ فانا حاسس ان احنا برضو عندنا وقت كتير قوي بيضيع، ممكن يتم استغلاله في حاجات افيد كتير. صحيح صحيح. وللاسف السوشيال ميديا ممكن تكون مليانه بالمعلومات الخاطئه وبالاشاعات واتكلمنا عن الكلام ده كتير قوي، ان مش اي معلومه نشوفها يعني على اي موقع بنصدقه، فيعني فعلا وقت بنضيعه بدون هدف. ولكن يمكن من خلال فقرتنا النهارده عرفنا مع حضرتك ازاي نحقق احلامنا وطموحاتنا ويكون عندنا اصرار وعزيمه، ان شاء الله كلنا نكون من المتفوقين باذن الله. الاستاذ وليد صبور، بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء القيم، وان شاء الله يكون لينا لقاءات قادمة مع حضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده. انتظرونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد ولقاء جديد واسره جديده، ودايما بنصبح عليكم.